عارف إمتى البيت بيتحول لقنبلة موقوتة؟ لما الأم توصل لمرحلة الاحتراق الأمومي. الاحتراق الأمومي ده مش مجرد ترم أو مش مجرد تعريف معناه إنه الأم تعبانة شوية ومحتاجة ترتاح وتنام. ده تعريف نفسي شامل بيقول إنه السيدة دي وصلت لمرحلة من الانطفاء النفسي، فأصبحت أقل صبرا وأقل طاقة على تلبية احتياجاتها لنفسها واحتياجاتها للآخرين. وللأسف بيكون الضحية الأولى لهذا الاحتراق هي وإنت والولاد. الاحتراق الأمومي ده مش معناه إنه مراتك بقت عصبية زيادة والّا متضايقة. الاحتراق الأمومي معناه إنه الخزان بتاع العطاء بتاعها فضي، فبتلاحظ شوية علامات زي إنها بقت تتعصب على أتفه الأسباب، زي إنها بقت تنسى كتير وتتشتت كتير وتسقط المواعيد المهمة، زي كمان إنه تبقى حاسة طول الوقت بالذنب وحاسة إنها أم مقصرة، زي إنها تبطّل تعمل الحاجات اللي بتحبها لنفسها أو يبقى عندها مساحة وقت. لو لقيت العلامات دي عند مراتك فده معناه إنها بتمر بأزمة احتراق أمومي. وأرجوك أرجوك أرجوك بلاش الجملة الشهيرة بتاعة ما كل الستات بتتعب. ما أنا أمي كانت بيحصل معاها وبتسوي، لأنه كده كده الزمن اتغير واللي كانت بتشيله الأمهات زمان مش هو نفس المسؤوليات ومش نفس الأعباء اللي بتشيله الأمهات دلوقتي. طيب الحل مجموعة من الاقتراحات. واحد، بدل ما تسألها هناكل ايه النهاردة أو تقولك هناكل ايه النهاردة فتروح ترد عليها تقول لها هناكل أي حاجة، اطلب طلب واضح: أنا عاوز كذا. ده هيشيل من عنها عناء التفكير. الحاجة التانية التقدير: أنا مقدّر إنِّك بتقفي في المطبخ وتساعدينا، أنا ممتن للوقت والمجهود اللي بتعمليه علشاننا. تالت حاجة إنّك تاخد مساحة من الوقت والمسؤوليات اللي هي مسؤولة عنها وتسيب لها البريك ده تقدر تعمل فيه الحاجات اللي هي بتحبها، زي الأسبوع ده أنا هاخد الولاد أقعد ساعتين، الساعتين دول بتوعِك، لو تحبي تقري أوكي، تحبي تهتمي بنفسِك، اهتمي بنفسِك بالطريقة اللي تحبيها يا ست الكل. الأم هي ترمومتر البيت، فلو كانت الحرارة مرتفعة ده معناه إن القنبلة أوشكت على الانفجار، أما لو كانت في معدلاتها الطبيعية فده معناه إنك أنت هترتاح والولاد هيرتاحوا. فبطلب منك تستثمر في صحة مراتك، لأنه ده هينعكس عليك وعليها وعلى البيت. وأنت دلوقتي شاركنا بالحاجات الحلوة اللي مراتك بتقدمها لك وبتقدمها لولادك، اعمل لها منشن وقول لها شكرا يا حبيبتي تسلم إيدك.